في الحلقة دي هنتعرف على السوق الحر، وهنعرف هو جاي من أنهي مدرسة، وهنعرف الخصائص والسلبيات والإيجابيات للسوق الحر. الحلقة دي هنتكلم فيها عن السوق الحر. هي فيها مراجعة كتيرة لأفكار اتكلمنا فيها قبل كده، وبنلاقي إن اقتصاد السوق الحر بيستمد أفكاره من المدرسة الكلاسيكية لآدم سميث، اللي كان بينادي فيها إن الحكومة ما ينفعش تتدخل في أي حاجة في الاقتصاد. ومن خصائص السوق الحر إن المنتج، المستهلك، المستثمر أو المدخر هم الوحيدين القادرين على التدخل في الأنشطة الاقتصادية، والقادرين على تغيير أي حاجة جوه الاقتصاد. ولو بصينا على الإيجابيات والسلبيات اللي موجودة جوه السوق الحر، ناخد الإيجابيات الأول. مثلا أنا ضربت قبل كده مثل بتاع بيل جيتس، وبتاع أي مبتكر لو عنده فكرة ولقى فلوس هحقق فكرته، وهيخلق فرص عمل، وهيخلق حاجات جديدة موجودة في المجتمع. الكاميرا اللي بتصورني دي، الفيسبوك اللي موجود، اليوتيوب اللي هينزل عليه حلقات و كل دي افكار ما كانتش هينفع تنمو غير جوه نظام سوق حر. لو جينا بصينا على السلبيات، هنلاقي ان معظم الدول اللي بتحاول توصل للرأسمالية او للسوق الحر هي دول كانت في الاصل اشتراكية، زي مصر ومعظم المستعمرات اللي اتحررت في الستينات والخمسينات. الدول دي كانت اشتراكية، كانت فيها مؤسسات اشتراكية وكان فيها نظام اشتراكي. لما بتحاول تعمل الشيفت او التحول من نظام اشتراكي لنظام رأسمالي، بيكون التحول ده صعب جدا، لانك مش هتعرف توصل للرأسمالية اللي موجودة فيها اوروبا وامريكا. هتلاقي ان في عقبات ومعرقلات، وهتلاقي في مشاكل كتيرة قوي عشان توصل للرأسمالية دي. وساعتها هيكون في حاجة اسمها كروني كابيتاليزم او رأسمالية المحزوبية، ان بيكون في مجموعة من رجال الاعمال قريبين جدا من السلطة، وهم بيكون كل السياسات اللي بتطلعها الحكومة موجهة لمجموعة رجال الأعمال دول، وبتكون بتحابيهم. وأي مستثمر أو أي واحد صاحب فكرة بيحاول يخش السوق هيلاقي إن هو صعب جدا، لأن في ناس محتكرة الأسواق دي، أو في ناس محافظة على مركزها في السوق بقوة.